يومها شفت جمال مبارك؟ لا طبعا، لسه انا رجعت اتفضل. تاني. رجعت تاني؟ انا ايه اللي رجعك تاني يا دكتور حسن؟ تليفون جالي من جمال مبارك بيقول لي انت فين، احنا بندور عليك. فقلت له انا فين، انا تم طردي وانا شايف ان ده تصرف غير مقبول. قال لي مين؟ طب محدش يقدر يطردك، دكتور زكريا هو معاك على التليفون. فالدكتور زكريا قال لي مين ده اللي يقدر يطردك؟ قلت له لا، تم طردي من القصر الجمهوري وانت اللي عملت كده، ده الناس بتوعك، وانا لا اقبل هذا وانا هفضحكم. فقال لي ارجوك، ما ده كلام، انا هطرد اللي قال لك الكلام ده، ده ظابط واخطا، ده مسؤول واخطا، ارجوك خد جمال يكلمك. فكلمني تاني على نفس الخط جمال مبارك وقال لي ارجوك ارجع، الرئيس عايزك دلوقتي. انا الحقيقه دار في ذهني في اللحظه دي حاجتين. دار في ذهني ان هي دي اللحظه انا اطلع اقول للناس الكلام ده وانا مالي، وانا بطل، انا قلت اللي انا عايزه وقلت له في وشه ومشيت. لكن دار في ضميري ماذا لو كانوا يؤثروا عليه سلبا؟ ماذا لو كان وجودي قد يحقن دماء او يعبر بالوطن من غير خسائر؟ كان لازم تواجه التيار الثاني. ف استخرت ربي وقلت لا، انا هرجع عشان اكرر كلامي له، ومن الجائز ان انا يكون ليا تأثير ايجابي امام تأثيرات سلبية اخرى يعني. فعدت الى القصر الجمهوري وطلعت على مكتب الرئيس فعلا، دخلت عليه كان نائب الرئيس قاعد وهم كلهم قاعدين المستشارين. فقعدت وقال لي انا خلاص هطلع اقول البيان النهارده. فقلت له انا اؤكد على سيادتك ان البيان قلبه هو خروجك من السلطه. بشكل مباشر. بشكل مباشر. قال لك ايه؟ وتسليم السلطه لنائب الرئيس والاعلان امام الناس بوضوح. فقال لي ما انا مسلم، انا مكلف نائب الرئيس. قلت له غير كافي، لان الناس مش مصدقه ومش واثقه، وسيادتك خارج امبارح في التلفزيون بتقابل وزراء وجنبك وزراء، فانت بتدي الانطباع لدى المجتمع ان ده مش حقيقي. سيادتك لازم تسلم السلطه مطلقا وتقول للناس انا امامي وظيفتين، هي واحد الدعوه للاستفتاء، واثنين الدعوه للانتخابات المبكره، وتنتقل خارج القاهره. ده وجهه نظري السياسيه اللي تحمي الثوره وتحمي ايضا الشرعيه للبلاد. قال لي خلاص انا فعلا النهارده هطلع اقول هذا الكلام. كان جمال مبارك قاعد؟ كان جمال مبارك قاعد وكان كلهم قاعدين. وانهينا اللقاء وما بعده من احداث. لكن لما روحت بعده كان في احداث. ايه هي؟ لا مش هقول اتكلم عليها دلوقتي. لا لكن انا لما خرجت بعد كده وروحت بيتي جالي تليفون بقى من العاملين في الرئاسه اللي هم كلهم كانوا وانا ماشي بنتقل من مكتب لمكتب او بقوم بمهمتي، الناس تيجي جنبي اوعى يا دكتور تمشي، ايوه يا دكتور قول الحق، ايوه يا دكتور انت اللي بتقول الحقيقه. ده كان في انقلاب قصر في الرئاسه. ما اعرفش بقى اسميه ايه، لكن انا بتكلم على يعني الناس في الرئاسه عاملين كانوا عايزين ده الحل ده يخلص. ايوه. وشايفين تيار تاني جوه الرئاسه بيعمل ده مع الرئيس السابق، وبيحاول يقول له لا تمسك بالسلطه. التمسك بالسلطه ده كان لصالح مين؟ اكيد جمال مبارك. لا ما اعرفش. برضه انا راجل سياسي. انا اعتقد ان هو كان يعني اللي بيتقال له ان لا مش لازم تقوم بهذا العمل، لازم تعمل ده، يعني في احتواء للازمه، الازمه سيتم حلها. انا اعتقد ان ده اللي كان بيتقال. لكن انا كنت في غايه الوضوح والتاكيد. لكن عندما انتهى اليوم الاربع والتليفونات جات لي بعد كده قالوا لي يا دكتور رجع في كلامه، اقنعوه بانه ما يطلعش يتكلم النهارده.